بكم متابعينا حقائق صادمة وجديدة بخصوص الحملة الشرسة والقذرة التي تتعرض لها البطلة الجزائرية الملاكمة إيمان خليف، حيث كشف موقع الجزائر تيبا الإخباري بأن نظام المخزن المغربي وراء هذه الحملة القذرة، وأن المخزن حاول بكل الطرق إقصاء البطلة الجزائرية إيمان خليف من الألعاب الأولمبية، كما أن المخزن حاول تقديم أموالا إلى اللجنة الأولمبية من أجل إقصاء خليف من الألعاب الأولمبية، ولكن محاولاتهم كانت فاشلة عكس ما حدث سابقا مع الاتحاد الدولي للملاكمة. المخزن كذلك استعمل العديد من المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الإساءة للبطلة الجزائرية بهدف التأثير عليها، كما أن المخزن يخشى تتويج إيمان خليف بالميدالية الذهبية في وقت تعرف أولمبياد باريس فشل ذريع للرياضيين المغاربة. كذلك المخزن يخشى تألق إيمان خليف لأنها تحمل قضايا إنسانية يعرفها العالم وأصبحت تخيف الخونة، والمخزن لأنها مرشحة بقوة لحصد الذهب وإهداء الجزائر ميدالية ذهبية. وللتذكير فإن الجزائر يدافعون بقوة عن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف. كذلك اللجنة الأولمبية أنصفتها وقالت بأن كل الحملات التي تتعرض لها لا أساس لها من الصحة، فنتمنى بالتوفيق للملاكمة الجزائرية إيمان خليف.